دي أغرب وأندر الحيوانات الأليفة في العالم، ومفيش بني آدم طبيعي يتخيل إن الحيوانات دي ممكن تكون حيوانات أليفة في يوم من الأيام. خلينا نتفاجئ مع بعض ويلا بينا. تعالوا قبل ما نكمل ناخد حسنتين مع بعض ونصلي على سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أنا حمادة حمدي من قناتي على اليوتيوب، ادعمني باشتراك ودعمني بلايك. صحيح نسيت أقولك، دي قناتي الجديدة، ولو ما اشتركتش فيها انزل اشترك بسرعة عشان تبقى قناة مليونية بإذن الله. لو هتجيلك الفرصة وتربي حيوان مفترس فمش هيبقى فيه أفضل من ملك الغابة حميد من الإمارات. هوايته المفضلة تربية الحيوانات المفترسة، وقاعدين معاه في البيت كمان. أعتقد إن أنا لو شغال عامل توصيل عمري ما هوصل لك الأوردر يا حميد. الراجل ده مربي نمر صغير معاه في البيت. سبحان الله، النمر عامل زي الطفل الصغير بالظبط. آخر حاجة أحب أشوفها في حياتي إن أدخل المطبخ أشوف المنظر ده. النمر الصغير كبر وبقى وحش وماشي مع الراجل زي الكلب البلدي. مفيش إنسان طبيعي هيشوف الفيديو ده إلا وجسمه هيقشعر، لأن بنسبة 99% صعب أوي إنسان يروض تعبان بالحجم ده، أو حتى يروض أي تعبان من الأساس. بس الشاب اللي قدامنا ده حقق المعادلة المستحيلة. رجل ومراته قلبهم ميت، تبنوا دب عنده 3 شهور، ومن وقتها وهم اعتبروه ابنهم وعايش معاهم في البيت. بياكل معاهم ويشرب معاهم، حرفيا بيعملوا كل حاجة مع بعض. حتى اللعب والفرجة على التلفزيون ناقص بس يودوه المدرسة. شيء طبيعي لما تلاقي شخص ماشي في الشارع وماسك كلب في ايده، لكن مش طبيعي خالص لما الواحد يشوف المنظر ده. دي احلام العصر دي ولا ايه؟ الراجل اللي قدامنا ده اتلقب برجل التمساح عشان بيمتلك تمساح طوله 8 أقدام ومربيه من اكتر من 34 سنة. بيغسله اسنانه وبيأكله، يا راجل ده بيفسحه كمان. شفنا اللي مربي تمساح، ما تيجي نشوف اللي مربي بايسون، والاتنين متساويين في الخطورة بالنسبة لي. لكن مع البايسون ده هتحس انك مربي جاموسة كيوت مفيش منها اي خوف. خلي بالك، مش اي بايسون تشوفه تفكر انه هادي كده، لا، الفكرة كلها انك لما تربي حيوان من صغره الموضوع بيختلف 180 درجة. يا باشا انا ما بقتش استغرب من اي حاجة تيجي قدامي. يعني هي هتيجي على فرس النهر اللي بالمناسبة اسمها جيسيكا. الاتنين دول انقذوها من الموت، ومن وقتها وهم سمنة على العسل، لدرجة انها بتيجي تنام في البلكونة اوقات.
انا ما احبش اقرب ابدا من الحيوان الاليف بتاع الراجل ده، لانه ببساطة عبارة عن جاكور. انا بكلمك هنا عن حيوان لو حس بالتهديد او الخطورة هيزعلك بجد، لكن اعتقد ان الموضوع ده مش عامل مشاكل لصاحبه، لانه ما عندوش مانع ياخد الجاكور للسباحة او حتى المشي في الجنينة. رغم بطئها في المشي، لكن ولا في يوم من الأيام فكر يتخلى عنها، لأن السلحفة والراجل متربيين مع بعض من وهو عنده 10 سنين. وقتها كانت بحجم كف الإيد، دلوقتي بقت أكتر من 15 رطل. أنا مقدر حبك ليها يا عم الحاج، بس أنت كده هتفضل ماشي طول عمرك. الست دي ما بتخلفش، فقررت تربي 8 قرود. اتبنتهم وعاشت حياتها في تربيتهم. صراحة القرود دي عايشة عيشة أحسن من ناس كتيرة، ومفيش أي داعي للقلق من الهروب من الحيوانات المفترسة في الغابة. ما بيعملوش حاجة هنا غير إن هما بيلعبوا وبياكلوا. يا ولاد المحظوظة. التمساح ده بقى عنده بيت جديد، وتقدر تقول انه بقى يتمتع بحياة جيدة جدا. بياكل سمك كل يوم، وبيتم تنظيف المية بتاعته، وبيستحمى كل اسبوع. يا سلام، حياة يتمناها اي تمساح. احساسك ايه لما يبقى عايش معاك خنزير الماء في البيت؟ على ما يبدو ان الاسرة دي سعيدة بوجوده. ما اعتقدش ان هبقى بالسعادة دي. قولي في الكومنتات لو حابب تربي واحد في بيتك. الراجل ده عنده مزرعة جمال، فتقريبا من حبه فيهم بقى يستخدمهم في المواصلات. بيروح بيهم لأي مكان هو عايزه، حتى السوبر ماركت كمان. خد الكبيرة، بيروح يجيب عياله من المدرسة على الجمال. حلو ده. من كتر حبه في القطة مش عايز حد يقرب لها. نادر لما الواحد يشوف أسد جبلي كحيوان أليف، بس في كل الحالات ده آخر شيء أتمنى أشوفه. أسد جبلي عندي في المطبخ، يا حلاوة. مش الأسد الجبلي لوحده اللي بيتمتع برفاهية عالية، لأ، الكنغر ده كمان عايش عيشة عمر ما أهله كانوا يحلموا بيها. أكل وشرب ومساج وفرجة على التلفزيون، مش بعيد يكون بياخد مصروف كمان. دول 3 أصدقاء مجانين، بيعملوا كل حاجة سوا، لعب وهزار ورقص وكل حاجة. خلينا نتكلم شوية عن الفيل اللي قدامنا ده. على فكرة ذكي جدا، لكن برضه حجمه كبير جدا على البيت. ازاي عايشين معاه مش عارف. هو لطيف وكل حاجة، بس انا مش متخيل نفسي بتعامل مع فيل عايش معايا في البيت. ده انا ممكن اتجنن يا جدعان، انتوا بتقولوا ايه؟ اقناع الام والاب عشان تربي السمكة نيمو بيبقى صعب جدا،
فما بالك لما تقنعهم انك هتربي حريش الامازون العملاق؟ صدقني الموافقة مستحيلة. أنا متعود أشوف الدببة القطبية في المناخ التلجي أو حتى في الإعلانات، لكن مش متعود إن أشوفهم في حديقة شخص ما. الاتنين دول بيتشاركوا في رابطة خاصة جدا، لأن معظم الدببة مستحيل تعمل كده، لكن ده متربي من صغره مع الراجل ده، فمحدش يحاول يعمل زيه. الثعلب قرر يتوب عن سرقة الفراخ واقتحام المزارع وينضم للراجل ده ويعيش معاه لأنه بيعتني بيه من كل حاجة. حقك يا عم الثعلب. سبحان الله، أنا مستغربتش من كل الحيوانات اللي فاتت، لأني ما توقعتش إن في حد هيبقى مربي لاما في بيته. عارفين ايه اللي ما اقدرش اعمله ابدا؟ اقف مع غوريلا في اوضه لوحدنا لمده 30 ثانيه، لكن الزوجين دول يقدروا يعملوا كده. وما يقدروش ليه؟ وهم رابطين البيت بتاعهم بحديقه الحيوان، وهم اللي مربينهم كمان. انزل اكتب لي في التعليقات ايه اكتر جزء عجبك في الفيديو. ما تنساش الاشتراك في القناة، وكمان ما تنساش اللايك، واوعى تنسى اهم حاجة، انك تدعي لاخواتنا في فلسطين. اشوفكم الفيديو الجاي ان شاء الله. رب الخير لا يأتي الا بالخير. سلام.